جايبه لكم مجموعه للشعر ممتازه بجد يا جماعه، حاجه كده خيال 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 في المنتج وفي الكميه وفي النتيجه. بجد انتوا بتحبوا جدا جدا الفيديو ده انا متاكده. يلا بينا، خلينا نبتدي واوريكم منتجات النهارده للشعر حلوه جدا جدا، بتطري وبترطب ورخيصه قوي، موجوده في السوق. ويلا بينا انتوا شوفوا المجموعه السكر دي. اتكلم عن ايه ولا ايه جماعه؟ اتكلم عن الباكجينج ولا اتكلم عن المنتج جوه ولا اتكلم عن الكميه ولا اتكلم عن السعر ولا اتكلم عن النتيجه؟ اتكلم عن ايه ولا ايه ولا ايه؟ بصوا، ده مش اعلان، دي حاجه وتجربه شخصيه ليا انا واخواتي. اوكي طيب، ايه بقى المنتج ده؟ عامل ايه وليه مبهرني قوي كده؟ اول حاجه ده الشامبو بزيت الارجان، وده الكونديشنر او البلسم برضو بزيت الارجان. وطبعا الباكج زي ما انتم شايفين موفر للغايه. ليه موفر؟ لانه في بامب. البامب بالنسبه لي مهم جدا جدا لاي منتج ما يكونش هوريكم برضو مجموعه تانية في فيديو تاني اللي ما عجبنيش فيها وتقييمي هيقل ليها بسبب الباكجينج بتاعها. المهم مكوناتها، تعالوا اقول لكم بقى مكونات الشامبو. هو زيت الارجان وجوجوبا، برضو زيت الجوجوبا، في البروتين، في هيلورونيك اسيد. انا مش مستوعبه ايه الجمال ده كله. وهنا كمان في تقريبا نفس المجموعه بالظبط، وفي كمان جليسرين وفي بيوتين، فيهم هما الاثنين، وفي جليسرين. فحلو قوي. لا، البيوتين موجود اكتر هنا في البلسم. فمجموعه حلوه قوي. كميتها قد ايه بس عشان تاخدوا بالكم؟ 400 جرام، يعني قرابه النص كيلو. اوكي طيب، بصوا بقى القوام بتاع الشامبو عامل ازاي. قوام الشامبو يا جماعه هتلاقوه كده لونه شفاف. تمام، مش قادره اوصف لكم قد ايه ريحته جميله وراقيه وانثويه وريحته جميله جدا جدا جدا. انا من جمال ريحته، من جمال بصوا طبعا هو بيرغي كويس قوي مع ميه بقى وكده. بصوا حته منه بتخلي الشعر نظيف، نضافه وراس جدا جدا، بيخلي كده ريحه الشعر تحفه، ريحه الحمام كله تحفه. فبحبه قوي عشان كده. طبعا هي تركيبه متطوره بتعيد للشعر صحته وحاجاته. بصراحه اقول لكم على حاجه، والله بجد 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 انا بعد ما استخدمته انا كنت حاسه مش محتاجه الكونديشنر بعده. ليه؟ لان انا حاسه ان هو بيرطب الشعر وفي نفس الوقت نضف لي فروه الراس كويس قوي من اي دهون موجوده فيها. فده كده انطباعي الاول عن الشامبو. طيب البلسم بقى يا جماعه، وجمال البلسم ريحته حلوه جدا جدا جدا. انا بفكر عشان هو خلص. ريحته فظيعه فظيعه، والقوام بتاعه حلو قوي للشعر، بيرطب الشعر جدا، بيدي ريحه الشعر كده ريحه حلوه قوي. شايفين قوامه قد ايه حلو وسوفت قوي قوي قوي؟ شايفين؟ شامين الريحه؟ ريحته حلوه جدا جدا جدا، وبينعم الشعر جدا فوق ما تتخيلوا. بجد المنتجات دي عجبتني قوي، فقلت ما ينفعش ما اطلعش اتكلم عليها معاكم وتشوفوها معايا وكمان تجربوها. لو نزلوا من حاجه تانية من المنتجات دي، او انا ممكن اخش اشوف الويب سايت بتاعهم اخباره ايه. برضو هسيب لكم الويب سايت بتاعهم تحت الفيديو عشان لو حابين توصلوا لهم اسرع. وانا كمان الانستجرام بتاعي تحت الفيديو والتيك توك، فاحب تروحوا تتابعوني هناك، وكمان تحطوا لي سبسكرايب للقناه وانتوا بتشوفوني على اليوتيوب. ويا جماعه دي تجربتي. واخر حاجه عايزه اقولها عليها ان البلسم خلص والشامبو قاعد. ليه دايما بيحصل الحكايه دي؟ لان البلسم بتحسي ان هو ايه، عايز تاخدي منه كميه اكبر عشان ترطبي شعرك، والشامبو هو اللي فضل، فتقريبا هو فاضل ربع الكميه شامبو تقريبا يعني. بس مش هستغنى عنه وهفضل مكمله عليه. وبجد يا جماعه انا يا ريتني كنت بستخدم المجموعه دي من اول ما جابوها، انا لحقتها في اخرها. بس من كتر كمان ما انا مطمنه عليه، مطمنه للمنتج. انا بستخدمه لابني زين عنده 2 سنين، بستخدمه الاثنين دول وحلوين جدا جدا، وبخلوا شعره كده رطب وناعم وشكله حلو. وبس، لو الفيديو عجبكم لايك وشير، وشوفوا ان شاء الله في الفيديوز جايه كتير، وتابعوني ان شاء الله هنا على السوشيال ميديا. تلاقي كل اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس. هستناكم كلكم، هستنى كل التعليقات بتاعتكم. باي باي.